اطار اسمع هذا عاوتاني، اسمع شوف معايا هاد الفيديو هذا، ربي دخلنا عليك بالله، اش من عقل عند هادو دابا باص. المراقبة الدورية للمحلات التجارية ومكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وبهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المواد، قامت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان بعملية مداهمة أحد تجار المواد الغذائية، حيث لفت انتباه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة وجود منفذ سري داخل المحل التجاري المؤدي إلى منزل المعني. عند الاقتراب منه تم معاينة وجود عدة أكياس من الحليب مرمية على الأرض مع وجود مبرد. على إثرها تم التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والاستعانة بمصالح التجارة لولاية غليزان، تمكنوا من حجز كمية من الحليب المدعم منها صالحة من تاريخ 21/11/2023 إلى غاية يوم 28/11/2023، وكمية صالحة من تاريخ 23/11/2023 إلى غاية يوم 30/11/2023. تم رفع ضد المعني جنحة المضاربة الغير مشروعة في المواد المدعمة حليب مدعم. تم تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع تسليم مادة الحليب المدعم إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المسعفين ذهنيا بواد جمعة ولاية غليزان. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ppgm.mdn.dz في خدمة المواطن 24 ساعة. مع المغرب صحراء مغربية، صحراء مغربية. اخذ عليك بالله والله تصنت هذا والله اساس موت بالضحك. اسمع صحراء مغربية واقعا وماضيا ومستقبلا. وانت اخاك عاود راه واخا كيضحك راه سيهضر في الواقع، ما نكذبوش، راه كيقول غير الصراحة. هذا الذي انت تريد مني. انا لست محايدا في موضوع الصحراء، انا في خندق المغرب، حتى لو تتحاربوا انتم وانا اسكن في المغرب ساقاتل مع المغاربه. مرحبا بك قدامك متيا الرصاص، رانا تشوف السمارة. يا اخي بلا رصاص والله العظيم، سراويلكم انا شفتها وصناديقكم في الرقارات. سراويلكم والله عبد الواحد كان يشوف ارقام الصد الكسر. هذا صحراوي وهذا بوليساري. صراحة عنه النظام المغربي المحتل. انت اللي محتل، انت محتل الارض الجزائريه يا مجرم، صار لك 70 سنة. لا أنا ضيف عند الجزائر. انا اطالب جميع الجزائريين ان يهبوا لتحرير تندوف. أنا ضيف تندوف. التندوف جزائريين التندوف جزائريين ولا دايرين فيها. لا انا اطالب الاحرار التندوف من 60 سنة والمغاربه الجزائريين اذا عندكم شرف وتغاروا على بلادكم وعندكم النيف والدم الحامي، روحوا حرروا تندوف من هؤلاء المجاميع المسلحة. اذا انا مع تاع الماء ناقص، وحتى الذوق نتاعو نعرف اللي ما يجيش به لا تاي. دابا هذا واش رئيس ولا كوميدي اللي بغينا نعرفو؟ كيستهزئ بالناس ديال تيندوف، ولا ما عندكمش المال، لا الماء قليل، لا هادي، لا ما صالحش للعساي، ما صالحش للدواء، ما صالحش للباشر. لا الصراحه بارد القلب، خامل، مستوى تاع مقاهي، ما غلطش. لافروف وزير الخارجيه الروسي اللي هو اكثر واحد يعرفهم لما قال لا وزن لا هيبه لا مواقف في الساحه الدوليه. رئيس ما حتى اذا كان معين تاع بلد يستهزأ بالمواطنين تاع تندوف اللي عندهم 3 شهور ما تدوشوش، ما يقدروش يغسلوا نفسهم، صاروا مدودين، الدود تسكن في اجسادهم وهم احياء. يجي يستهزأ بهم، من المفروض انه هو اللي يقدم الحلول ويقول لهم لماذا منذ اشهر الماء غير متوفر. ومن بعد يجيوك من هاد الجماعه يقول لك عمهم تبون وعمهم شنقريحه. يا جدك نقص واحد النقص تاع العاطفه، نقص تاع حنان، ما تفهمش الشعب هذا دمر كليا. مسؤول تاع بلد يستهزأ بيك. جماعة البوليساريو اللي محتلين تندوف وماشي جزائريين، عندهم الماء كل شيء متوفر، عايشين كالملوك، ويبرحوا بالاموال تاع الجزائريين، ويدخلوا سيارات اكثر من 3 سنوات والمواطن الجزائري ممنوع عليه يديرها. وهذاك تاع البوليساريو يشري سياره ب 500 اورو في اسبانيا ويجي يبيعها لك 100 مليون في الجزائر يتشرب بها، وانت تتفرج وساكت ومهبط راسك وتقول تحيا عمك تبون وتحيا عمك شنقريحه. استحمروا الناس، دمروا الفكر تاع الجزائري، دمروا العقل تاع الجزائري، خيبوا الشعب كليا. ردونا مضحكه ولا اكبر انجاز داروا تبون وشنقريحه كي راحوا قال لك الطفله هذيك كرموها. يا جدك الطفله هذيك اللي دمروا لها حياتها
اللي ما عندهاش باباها، اللي لو كان جات عندها باباها يهتم بمصالحها ما يخليهمش يستعملوها كما استعملوها. تجاره بالاطفال الصغار، الاستهزاء بالمواطنين، اوضاع مدمره من كل جهه، الطوابير على اللوبيا، على الحمص، على العدس، على المواد الاساسيه، تنطق كلمه تروح للحبس. واش البلاد هذه ما فهمتش اللي يدافع عن النظام هذا الدافع على اي اساس؟ واش الدافع؟ لو كان على الاقل جاو يخدموا امور، كاين امور تقدر، كاين حصيله تقدر تدافع عليها. هادو الناس دمروا البلاد كليا، غيبوها دوليا، قالوا لنا البريكس ديكاج انتم مزبله، امشي كاس افريقيا تنظم، امشي ديكاج، ما عندكش بنيه تحتيه. نبقاو هكا دركا الناس عمو تحيا عمو تبون تحيا عمو مشنقريعه ويغرس لكم الشجر وتروحوا تتبركوا فيها. الله المستعان.